السلام عليكم، ازيكم؟ في الاول عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه كويسه. انا محمد المسيري، ومعانا النهارده فيديو جديد على قناه لايف. هيكون معانا فيه يوسف مجدي السيد. يوسف خريج ستيم اسماعيليه دفعه 21، وبيدرس حاليا في كليه هندسه قسم كهرباء جامعه بنها. ازيك يا يوسف؟ في الاول عامل ايه؟ الحمد لله تمام، انت عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله. مم. هتتكلم معانا عن ايه النهارده ان شاء الله؟ زي ما انت قلت انا طالب في كلية هندسة قسم كهرباء جامعة بنها. ان شاء الله هنتكلم عن قسم كهرباء بشكل عام في مصر. ايه التخصصات اللي في القسم، ايه المواد اللي بندرسها، وايه مجالات العمل بعد كده. جميل جدا يا يوسف. ممكن نبدأ بقى نتكلم في البوينتس اللي انت قلت عليها في الأول، مثلا تدينا انترودكشن عن القسم وطبيعة الدراسة فيه ان جنرال، الموضوع بيكون ماشي ازاي كده يعني. طيب تمام، هو قسم كهرباء في اغلب الجامعات المصرية هو قسم عادي، مش كريدت. تمام، المواد اللي عندنا بتبقى اغلبها بيبقى فيه بعضها مواد نظري، ومواد بيبقى يعني بناخدها في كل الأقسام بتاخدها، سواء ميكانيكا أو كهرباء أو كده. في مواد التخصص بقى، زي مثلا اللوجيك، زي السيركت، وزي الميجرمنت، وزي التطبيقات الابليكيشن، تطبيقات القسم كهرباء. تمام. وفي كمان مواد بتبقى زي مادة تطبيقات هندسة مدنية وتطبيقات ميكانيكية. دي مواد بتبقى عبارة عن تطبيقات على أو بعض المعلومات اللي بنحتاجها بعد كده في الأقسام التانية زي مدني وميكانيكا. دي بندرسها لمدة ترم، يعني بندرس مثلا تطبيقات مدنية ترم كامل، وتطبيقات ميكانيكية ترم كامل. تمام يا يوسف، جميل جدا. ممكن بقى تتكلم عن المواد كطبيعة دراسة بشكل تفصيلي أكتر؟ طيب، احنا مثلا بناخد زي ما قلت لك مواد مشتركة ما بين الأقسام، زي مثلا الماس بتبقى كل الأقسام بتاخده، سواء ميكانيكا أو مدني أو كهرباء. ولكن إحنا مثلا بناخد زيادة شوية، بناخد بعض الأجزاء يعني زيادة عندنا، إن إحنا بنحتاجها بعد كده، بالذات في قسم اتصالات. في زي ما قلت لك مواد التطبيقات اللي هي مواد تطبيقات مدنية ومواد تطبيقات ميكانيكية. دي بتبقى متضافة عادي وعليها درجات طبعا، لأن إحنا بعد كده في الشغل إن شاء الله بنحتاج يعني مهندس كهرباء مثلا باور، بيحتاج بعض المفاهيم والحاجات الميكانيكية والمدنية. فلازم بندرس لمدة ترم مادة تطبيقات مدنية، ومدة ترم كامل مادة تطبيقات ميكانيكية. وفي بقى مواد التخصص، مثلا مادة زي اللوجيك، طبعا بيبقى عليها بروجيكتس وعليها حاجات عملية، عليها درجات يعني. وفيها طبعا جزء نظري، والسيركت والميجرمنت زي ما قلنا، اللي هي مادة قياسات كهربية. وفي الآخر مادة اللي هي الابليكيشن. دي بتبقى جزء من درجاتها عبارة عن بروجيكتس بتتعمل طول السنة، وجزء من درجاتها بتبقى التدريبات الصيفية في الأجازة إن شاء الله. جميل جدا يا يوسف. ممكن بقى نخش في البوينت اللي بعدها، اللي هي المجموع اللي بيكون مطلوب للقسم ده بعد إعدادي هندسة، كرنج مجاميع ان جنرال، او كان الموضوع يعني بيمشي ازاي؟ هل هو في مم. التوب رانكد مثلا ولا لا، او هكذا؟ تمام، هو إحنا عندنا قسم كهرباء في خلال السنين اللي فاتت دي هو أعلى قسم، أعلى قسم عندنا، قبل ميكانيكا وقبل مدني كمان. آه، على السنة بتاعتي، يعني السنة اللي فاتت، كان قسم الكهرباء بياخد من حوالي 65، من 65 ل70. تمام. طبعا ده بيختلف على حسب كل جامعة يعني، ولكن هو ده المتوسط بتاعه، بس هو حاليا هو أعلى قسم. طيب اتكلمنا في الدراسة وطبيعتها والمجموع اللي مطلوب ليه بعد، أو المجموع يعني المفروض للقسم بعد إعدادي هندسة وكده. بالنسبة للمصاريف، هل هي يعني بتكون في رينج قد إيه مثلا، أو بتتمحور يعني في الرينج اللي هو بيكون قد إيه؟ طيب، هو عامة هو بما إني أنا في جامعة بنها، ودي جامعة حكومية، فتقريبا المصاريف، يعني المصاريف مفيش مصاريف كتيرة مثلا. مصاريفنا تقريبا حوالي 1200 جنيه، أو أقل كمان من 1200 جنيه. ده للقسم طبعا. أقسام كريدت والأقسام التانية بتبقى أغلى طبعا، ولكن قسم الكهرباء زي ما قلنا هو قسم عادي مش كريدت، فالمصاريف فيه قليلة. طيب يا يوسف، جميل جدا. كشخص بقى يعني دخلت الكلية بقالك أهو سنتين،
الثالثه فيها يعني. خضت التجربه بشكل عام، فاكيد تقدر تكلمنا او تدينا بريف يعني عن المميزات والعيوب بتاعه القسم ان جنرال، سواء اثناء الدراسه او بعد انتهاء الدراسه فيه. تمام. هو من مميزات الكورس إن هو بندرس فيه مواد، يعني ممكن يعني مثلا مادة زي البرمجة. إحنا بندرس طبعا في قسم كهرباء بندرس برمجة. مادة زي دي ممكن ناس كتيرة، مش ممكن يعني هو ناس كتيرة بتاخد مثلا المادة دي وبتتوسع فيها، وبتبقى ده مجال العمل بتاعها بعد كده. فإحنا عندنا مجال واسع من حتة العمل بعد كده. زي ما قلنا حتة البرمجة، ممكن في حاجات تانية الامبيدد، حتى في ناس بتتعلم ماشين ليرنينج واي اي وكده. فدي حاجة حلوة فيها إن هي بتبقى المواد اللي بناخدها ممكن بتبقى بتدينا مجال واسع إن إحنا نختار التخصص بتاعنا. ايوه، طيب. قصدك بيكون في فرايتي في الموضوع، يعني بيكون في تعدد بالظبط. المجالات اللي تقدر تتخصص فيها. بالظبط. تمام. عندنا من عيوب القسم، ان هو مهما كان يعني هو، زي ما قلنا في مختلف الانواع من المواد اللي بناخدها والحاجات دي، بس ما بندرسش الحاجه اللي هنشتغل بيها بعد كده. احنا بناخد المبادئ والاساسيات، لكن طبعا اللي هيعتمد على القسم، واعتقد ده في اغلب الاقسام يعني، اللي بيعتمد على المواد اللي بياخدها في القسم، فده مش صعب جدا انه يلاقي شغل، لان الشغل محتاج حاجات تانية غير الحاجات اللي بناخدها زي الكورسات والتدريبات في المصانع والشركات وهكذا، وفي برضه المشاريع العملية والمسابقات والحاجات دي. طيب، جميل جدا يا يوسف. آخر نقطة علشان ما نطولش عليك وكده. لا عادي آه ايه هي الفرص تسلم، ايه هي الفرص اللي بتكون متاحة لخريج القسم بعد ما يخلص دراسته فيه يعني؟ ايه فرص العمل مثلا او مجالات الشغل اللي طيب. بيقدر يشتغل فيها؟ طيب احنا عندنا زي ما قلنا مجالات العمل في القسم ده بالذات بتبقى يعني متنوعة جدا. هي مش مجرد حاجة بناخدها وبنطلع نشتغل بيها على طول. احنا قلنا ممكن في كتير قوي بيشتغلوا في حتة البرمجة، إن هم يتوسعوا في مجال البرمجة والحاجات دي. في بعد كده اللي يبقوا عايزين يشتغلوا مثلا اللي دخلوا اتصالات، بيشتغلوا في اللي هو الموبايل نتوركينج والحاجات دي كلها. هو كمان على حسب التخصص اللي انت بتدخله، يعني مثلا اللي بيدخل اتصالات بيبقى معروف ان اتصالات مرتباتها بتبقى كويسة نسبيا، تبقى كويسة بالنسبة لباقي التخصصات، ولكن بيبقى حتة الشغل فيها، ان انت تلاقي الشغل طبعا محتاج مجهود اكتر ومحتاج تشتغل على نفسك اكتر. اما بالنسبة مثلا لقسم زي باور، باور كنترول وباور بشكل عام، بيبقوا عشان كده بيبقى ده عليه يعني ناس كتير بتدخله ليه، لأن بيقولوا إن الشغل فيه بيبقى أكتر بكتير، ولكن مرتباته بتبقى متوسطة. طيب، مؤخرا يعني او قبل ما ننهي وكده، في حاجة حابب تضيفها او في حاجة أخيرة حاجة حابب ان انت تتكلم فيها؟ والله هو أنا كنت عايز بس أقول إن حتة إن قسم كهرباء عامة بشكل عام في حتة تشغيل الدماغ، في حتة البروبلم سولفينج والكلام الحلو ده كله، ولكن آه، محتاج اللي يشتغل على نفسه كتير، محتاج اللي مش بس يبص على المواد اللي بياخدها في الكلية، محتاج كورسات، محتاج مشاريع مسابقات وهكذا. فهو اللي بيعمل كده اللي بيشتغل على نفسه، اللي بيدور وبيدخل كورسات وحاجات وبيتعلم لوحده، هو ده اللي إن شاء الله يعني بيبقى ليه الأولوية للشغل، هو ده اللي بعد كده بيبقى شغال كويس يعني. جميل جدا يا يوسف. كده احنا يعتبر خلصنا النهارده. تشرفنا جدا يعني بوجودك معانا. كان حوار لطيف، وان شاء الله يكون مفيد. يعني انا شخصيا استفدت يعني، وان شاء الله يكون مفيد إن للناس شاء اللي الله. هتشوف او كده، إن شاء والشباب اللي الله. حابه تعرف اكتر عن القسم، سواء مثلا في ثانوي او في اعدادي وحابين يعرفوا عنه. وبس كده نكون خلصنا فيديو النهارده، وان شاء الله نشوفكم في فيديوز تانية. سلام عليكم.